أمواله طويلة وما شاف. هي دي يا سلام. حرام عليك، حرام اهي دي عليك، الكورة ولا حرام بلاش؟ عليك يا طارق، اهو انا بقالي حرام 10 عليك سنين يا بسمع نفس الماتش طارق، ده وبرضه حرام الكورة عليك يا بتطلع طارق. بره. معقولة الكلام ده يا طارق؟ يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. لا مؤاخذة يا كابتن، ما نشوف مين بعت لنا ايه، يمكن جت جون ولا حاجة. حلو قوي البتاع ده، يعني تعرف من هنا تكبر الصورة، تصغر الصورة، تعد عدد اللعيبة. اوحش حاجة فيه بقى انك تبقى شايف المنظر ده. يعني دي هجمة، المفروض ان الراجل هنا استلم وعدت معاه ولعب الثرو. انت رايح فين؟ رايح فين؟ بس تعالى هنا. المصيبة ان انت شايفه وهو بيلعب لك الكورة. طب العب يا اخي على صفارة الحكم، وحد قال لك ان هي اوف سايد؟ طب ما الراجل هناك اهو مغطي. ده اول درس بيقولوا لي العيال في الاكاديميه يلعب على صفاره الحكم. المصيبه ان انت لابس رقم 9، يعني مهاجم، ده انت مهاجم صريح جدا. قعدت اجيب اللقطه يمين وشمال، هموت وافهم كنت بتفكر في ايه. يعني انت المهاجم الاساسي في فريقك والمنتخب، ايه الحاجه المهمه اللي افتكرتها في ساعتها؟ على راي العيال بتوع اليمين دول، ده مهاجم مش طبيعي. اه والله مش طبيعي خالص. لو عايز تعرف يعني ايه مهاجم بجد، تعالى بقى على ايامنا وانا اقول لك يعني ايه مهاجم. دم ودمار، فقر وجوع. كل الجري اللي كان بيجريه كان مرعوب بس اللحظه يبص حواليه، علشان دايما الصوره ما كانتش احسن حاجه. مع ذلك كان مهاجم مرعب لكل اللي بيشوفه. مهاجم لوحده حمله، لو حضر مدرسه بارك باص هيركب الباص ويسوق بنفسه لحد الجون، وما بيفرقش معاه اي مدافع في الدنيا والسي في بتاعه ايه. اهم حاجه عند المدافع لازم يكون وهو جاي معاه قطع غيار لكرامته، لاعب مهاجم وجناح وتحت راس الحربه، ولو الحارس مصاب هيقف مكانه عادي ومن غير جوانتي. افضل لاعب في العالم سنه 1995، اللاعب الافريقي الاول والوحيد لحد دلوقتي اللي فاز بالجائزة دي، جورج وايا الرئيس، المهاجم كما يجب أن يكون. جورج ماني أوبنجوايا، أو الشهير بجورج وايا، مواليد 1966 في حي كلارا تاون في عاصمة ليبيريا مونروفيا. ولما أقول لك حي في العاصمة لازم تعرف إن هو حي فقير، وحي فقير يعني عيال بتكح تراب والطوب والزلط معلمين على ركابهم، عيال كده من الاخر حافيه. اللي هي بالمناسبه مش شتيمه، واسال واحد زي حالاتي لعب كرة على التربه والاسفلت لما رجله شلب الدم. بدا مسيرته وهو عنده 15 سنه في نادي اسمه يانج سيرفايفرز، وخلال 3 سنين بس قدر يصعد بيهم من دوري الدرجه الرابعه لدوري الدرجه الثانيه. وبعد كده كمل مسيرته في الدوري الليبيري الممتاز مع نادي اسمه رينج يونايتد، وخلال موسم واحد بس قدر يروح لنادي اسمه مايتي بارول، حاجه كده نادي قمه زي الاهلي والزمالك عندنا. ما لعبش بشكل اساسي، ولكن على الرغم من مشاركاته المحدوده الا انه كان ليه سجل تهديفي مميز جدا، وده اللي خلاه ينتقل من مايتي بارول للمنافس المباشر ليه فريق انفينسيبل 11 سنه 86 وهو يدوب 20 سنه. وفي سنه واحده بس قدر يحقق الدوري الليبيري لفريقه، وكمان احسن لاعب في البطوله. واحد هيسالني يقول لي وهي ليبيريا دي فيها كوره يا كابتن؟ بعدها بسنه بالظبط بيجي له اول عقد احتراف خارج البلاد في الكاميرون، نادي اسمه تونير ياوندي. يا جماعه هو ده الاحتراف ساعتها. واول مباراه ليه كانت ضد نادي اسمه كانون ياوندي الكاميروني، وطبعا اللي مذاكر تاريخ كويس عارف يعني ايه كانون ياوندي في الرخامه. مين بقى اللي كان بيتفرج على الماتش ساعتها؟ المدرب الفرنسي كلود لوروا. ايوه بالظبط، هو المدرب ابو شعر ناعم ونضاره قعر كوبايه، مدرسه الغتاتة الفرنسيه في ادغال القاره السمراء. راح باعت لواحد حبيبه، الحق ابوك لقى جوهره افريقيه في البلد وعايزين حد امين يصرفها عشان تبدا المرحله الاهم في حياه جورج وايا. سنه 88 ومباراه عاديه جدا في الدوري الكاميروني، ولكن بيحضرها شخص مهم جدا. ايوه بصاص اللعيبه المتحرش اللي كان بيبص عليك وانت عيل صغير بتلعب، قال يعني معجب بمهارتك وكده. بس المره دي كان بصاص بجد، كان مدرب نادي موناكو الفرنسي، المدرب ارسن فينجر، اللي استلم رساله كلود لوروا وعلى طول حجز طيران علشان يشوف اللاعب بنفسه. وفعلا ما كدبش خبر، رسميا جورج وايا الى موناكو الفرنسي مقابل 12,000 جنيه استرليني. يا جماعه هي دي الارقام ساعتها. طبعا لو اي لاعب عندنا سالته عن الاحتراف هيكلمك عن قد ايه الغربه وحشه والحمامات من غير شطافه والكلام اللي ما بياكلش عيش ده. بس لو سالت واحد افريقي واسمر هقولك يا عم سيبني في حالي يا عم. وطبعا ما اقدرش احكي لك عن كميه التنمر والعنصريه اللي بيتعرض لها الافارقه في اوروبا، سواء كنت لاعب كوره او عامل دليفري. باشا انت لونك نفسه هو المشكله. وبالرغم من الاوضاع الماساويه اللي عانى منها جورج وايا من تنمر وعنصريه، الا ان دايما في دماغه كانت صوره بلاده اللي بتعاني من حرب اهليه في نفس الفتره، وراح ضحيتها مئات الالاف من الشعب الليبيري، الى انه قدر يحقق جائزه افضل لاعب افريقي سنه 89 لاول مره في حياته، واللي هي جائزه بالمناسبه بتقدمها مجله فرانس فوتبول، اللي هي بالمناسبه مجله فرنسيه. واول حاجه عملها لما كسب الجائزه نزل يحتفل بيها مع اهله في بلده ليبيريا اللي لسه بتعاني من ويلات الحرب، علشان السنه اللي
بعدها ينفجر مع موناكو ويبدا طريق الانجازات بانه يفوز بكاس فرنسا ويوصل لنهائي كاس الكؤوس الاوروبيه سنه 92، عشان بعدها ياخد خطوه اكبر واوسع ويرتدي تيشيرت باريس سان جيرمان. وخلال 3 سنين قدر يحقق معاهم كاس فرنسا مرتين، دوري الدرجه الاولى، وكاس الرابطه الفرنسيه في اكتر فتراته ازدهارا. وبالرغم من ان باريس سان جيرمان بيفشل انه يوصل لنص النهائي في دوري ابطال اوروبا سنه 95، الا ان جورج وايا بيتوج بجائزه هداف البطوله برصيد 7 اهداف. 3 سنين في باريس بيسجل 16 هدف في 25 مباراه اوروبيه، علشان بعدها ينتقل من باريس لاي سي ميلان في فتره تصنف كاعظم سجل فردي للاعب افريقي فتره القمه. وبصرف النظر انه اتظلم في الجوائز الفرديه من مجله وشوشه والدير جيست والاهرام الرياضي، إلى إنه قدر يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم كأول لاعب وآخر لاعب أفريقي يفوز بالجائزة دي سنة 95. قصة وايا استمرت مع الميلان على أكمل وجه، 5 سنين من التتويجات المحلية ما بين كأس إيطاليا والدوري الإيطالي، إلى إنه ما قدرش يحقق النجاح الأوروبي المطلوب. ومع ذلك كان دايما النجم الهداف اللي العالم كله مستني يشوف الكورة تحت رجله علشان يشوف نسخة مختلفة من المهاجم الحريف، المهاجم الهجام زي ما بيقولوا، مهارة عالية وقوة وبدنية، وطبعا واكيد التسديد في اي وقت ومن اي مكان في الملعب. وايا ما كانش مجرد لعيب هيضيع كرة سهله والناس تسقف له وتقول له برازيلي واسمر في صفقه ب2 شيلن من قهوه برازيلي، بالعكس ده كان مثال صريح عن تطور الكرة الهجوميه وخاصه في افريقيا. وعشان الصعود للقمه دايما صعب ولكن الهبوط متوقع، ولانه كان عارف انه كده كده هيبطل، جورج وايا كان دايما بيشعر بالحزن انه مش قادر يساعد منتخب بلاده في التاهل لكاس العالم. محاوله ورا الثانيه كلها بقت بالفشل، اخرها كانت سنه 2002 واللي كان على بعد نقطه واحده بس من التاهل. وطبعا مشاركه هزيله جدا في بطوله افريقيا سنه 96 وسنه 2002 وخروج من دوري المجموعات. جورج وايا ليه تصريح شهير بيقول فيه: الفوز بالكرة الذهبية كان بمثابة اللعنة علي. لحظة تتويجه بالكرة الذهبية جريدة كبيرة جدا في أوروبا كتبت في العنوان الرئيسي: الأسود يفوز بالذهب، في لقطة عنصرية متطرفة جدا وكأن الفوز متعلق دايما بلون أو بعرق. سكوت موراي صحفي في جريدة الجارديان البريطانية كاتب بيقول: يعتبر جورج وايا من أعظم اللاعبين الأفارقة عبر التاريخ، وكحال جورج بيست الذي سبقه اسما ومكانة، إلا أنه لم يستطيع أن يشارك في كأس العالم لأنه ينتمي إلى دولة متواضعة كرويا. وأخيرا بينهي جورج وايا مسيرته الاحترافية سنة 2003 في نادي الجزيرة الإماراتي وهو عنده 37 سنة. قلت لي ايه بقى جورج وايا؟ اصل انا كل لما اتفرج على ماتش كوره الاقي مهاجم واقف، اقول لهم يا جماعه المهاجم اللي هناك ده واقف بيعمل ايه؟ يقولوا لي اصل ده المهاجم المحطه. تمام. المهاجم اللي هناك ده واقف بيعمل ايه؟ يقولوا لي ده المهاجم الوهم. طب والفرع الطويل اللي هناك ده؟ يقول لي لا ده الهيدر، مستني العرضيات. ايوه لما هي كلها واقفه مستنيه حد يجيب لها الكوره لحد عندها. بيلعبوا مهاجمين ليه؟ كمدافع بقى تدعي ربنا انه ما يقابلش فرقتك ابدا. ليه؟ لان ده مهاجم قبل ما بيستلم الكوره بيبقى عارف قدامه كام لعيب هيرقصه لحد ما بيوصل لحد الشبكه وخلي الكوره تزغرط جوه. انا اعرف مهاجمين دلوقتي قبل ما يستلم الكوره لازم يكون قابض ومعاه ورقه بالتعليمات علشان يقراها وبرضه ما بينفذهاش. ايه بقى نقاط القوة اللي موجودة عند جورج وايا؟ من أساسيات كرة القدم اللي المفروض في أي أكاديمية أو نادي يكونوا حافظينها زي اسمهم حاجة اسمها الاستحواذ على الكرة، أو بمعنى أدق بالاسم الشعبي بتاعنا الاستلام، وهي استلام بس مش استلام وتسليم. وايا كان عنده استعداد انه يستلم الكوره من وضع الثبات او الحركه، ولو شكاره اسمنت نازله من الدور العاشر هيستلمها وكانها جزء من رجله. يعني ما بتطولش منه، ما بيقعدش يلف حوالين نفسه يدور عليها وما بيفوتهاش، قال يعني دي حركه صايعه. ها استلمت؟ اول ما تلاقي الكوره جت تحت رجله فجاه كل المدافعين قدامه بيجي لهم حاله شلل دماغي ما بين واحد وقع من طوله والتاني طالع يجري ناحيه جونه على اساس انه يجيب الكوره من الشبكه بعد ما تخش جون طبعا، وكل ده واحنا اصلا لسه مش عارفين هو هيعمل ايه بالكوره. يا ترى هيجري، هيرقص، هيشوط؟ طيب مش زي دلوقتي المهاجم تشوفه تحس انه حالف ما يجيب جون غير لما الكوره تجيله ديليفري لحد طرف الجزمه وهو جوه ال6 ياردة والجون فاضي وفي الاخر برضه بيضيعها. ولو ربنا كرمه واستلم الكوره وحس ان المشوار بعيد هيشوف اقرب حته لمنطقه الجزاء ويروح رامي نفسه لعل وعسى كده ربنا يكرم بفاول ضربه جزاء، اي حاجه تزق بيها الماتش. وايا بالنسبه للكوره كان هو الحل في اي مشكله مجعلصه، ولا تقول لي ارقامه ولا محلل بيانات قال ربنا يمسيك بالخير يا كابتن حلمي. المهم دلوقتي في مهاجمين تشوف ارقامه تصدقه وتشوف لعبه تستعجب. يعني ده بيلعب مهاجم وبيقبض كمان وبياخد 15 مليون في الموسم. بالنسبه للمهاجم استلم الكوره وعايز يضرب بيها مشوار على قديمه، هو بيبدا يبص حواليه ويحط كل الخطط والسيناريوهات لغايه ما يضمن خطه محكمه تامن مستقبله ل10 سنين قدام. ولا فارق معاه مين المدافع اللي داخل عليه ولا السي في بتاعه ايه، كده كده هو داخل يكروته ويخليه يلملم كرامته من على الارض. المدافع ساعتها وعلى راي الكابتن محمود بكر الله يرحمه كان يشوفه يكسكس، ما اصل هو ماتش ولا 2 بالكتير اللي اشوفه في الموسم كله، يعني مش لازم اهزق نفسي وانا في السن ده. والمدافعين ساعتها كانوا اسامي مش زي دلوقتي. وعلى عكس مهاجمين اليومين دول اللي الجري الوحيد اللي يعرفوه هو الجري ورا الفلوس والشهره
حتى لو عامل ماتش في حياته. وانا هنا مش بتكلم على لاعب محلي بس، انا بس عايز اعرف مين اللي اقنع داروين نونيز ان هو اصلا مهاجم. منك لله يا كابتن حلمي. عارف الشوطه اللي هي التسديد دي، هوايا ده بقى كان بيشوط بكل اجزاء مشط رجله، وكل كوره كانت انقح من اللي قبلها. وزمان كانت الكوره تقيله، لا 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 تقيله بجد، من اللي هي انت لو لبستها في وشك فجاه بيعدي من جنب ودنك موسيقى تصويريه زيري بيو. ايوه هي دي، وتقعد عليها اسبوعين ودانك بتصفر وشهر راحه في المستوصف. الواد كان شيطان حرفيا، يمين الجون شغال، شماله شغال، براسه شغال، ما بيعتمدش. انا بحاول افتكر امتى اخر مره شفت كوره عندنا بتتشاط بشكل حلو، من ايام الصقر وحسني عبد ربه، وانا هنا بكلمك في 20 سنه فاتوا، يعني كنت لسه شباب وكده. دلوقتي لو شفتها صدفه في ماتش، تبص تاني يوم في الانترنت تلاقيها شاهد صاروخيه فلان الفلاني. هو خلاص عشان الواد صدفت معاه مره بقى شويط. الواحد من كتر ما اتفرج على كميه العبث اللي بتحصل في الكوره اليومين دول بقى لما يحب ينام يشغل جنبه ماتش من ماتشات الدوري. جربها واسمع مني، هتنام نومة اهل الكهف. وانا هنا مش بتكلم على لعيب بعينه او حابب اقول ان في حد احسن من التاني، انا بس كل ما في الامر ان انا مفتقد الكوره بتاعت زمان، الكوره اللي كنا بنستمتع بيها، اللي فيها حلول مختلفه ولعيبه بتقاتل على كل كوره. مش النهارده كل يوم الاقي لعيب طالع لي على التلفزيون يقول لي اصل اهم حاجه 3 بونت خدتهم. ممكن تلعب بقى. ودي كانت الحلقة الأولى من برنامج كابتن كورنر مع حكاية جورج وايا. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك، ولو ما عجبتكش اعمل كومنت هي ما عجبتكش ليه، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتستنى مننا حلقات جديدة. يلا، سلام عليكم.